السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع قناة صائغ الحروف وليد وهبة تعليم الخط العربي. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هندي درس بسيط كده عن تعليم خط الرقعة. وزي ما قلنا وبنقول في كل حلقة، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن أغلب اللي بيشوفوا الفيديوهات ما بيشتركوش. أتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأتمنى إن يكون العمل اللي بنقدمه يكون في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله. خط الرقعة يا جماعة، نخش في الموضوع على طول. خط الرقعة يا جماعة ما بحبش أطول عليكم عامة، يعني بيتكون من الخمس أجزاء دولت، الخمس حروف دول. الخمس حروف دول هو الألف والدال والتلات نقط والنقطتين والنقطة. طب ازاي الكلام دوت هننفذه عمله دلوقتي؟ لو هنكتب كلمة استعينوا. استعينوا، احنا هنكتب جملة النهاردة: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. طيب، هنكتب كلمة حوائجكم. استعينوا، بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا، احنا هنجيب الألف اهي يا جماعة، ادي الألف، تلات نقط بتوعنا. ألف طولها تلات نقط، يعني لو قست بالقلم ده كده من فوق لتحت هتلاقيه تلات نقط، ويكون مايل ناحية اليسار بفرق نص نقطة. ده الألف اللي هو دوت. طيب، كلمة استعينوا، السين. السين هنا ممكن تجيب النقطتين دول اهم، هتحط نقطتين هنا ونقطتين كمان جنبيها، والشطفة بتاعتنا جبنا كتبنا كلمة حرف السين. الت، نسيت اقول لكم بردك يا جماعة ان السين دي تبقى طولها كده. لو حطيت انا التلات نقط اهم جنب بعض يبقى هما التلات نقط. طبعا النقطتين كده غير النقطتين كده، انت بتمشي كده ماسف نقطتين وبتقف هنا وبتمشي كمان نقطتين بالقلم كشطف ككتابة. العين ادي نقطة، تمام، وادي نقطة، تمام، وادي نقطتين مع بعض. يبقى انا العين هنا نفذتها ازاي؟ نفذت العين بالمنظر ده اهو. عملت نقطة هنا كده، تمام، ونقطة هنا كده، وجبت النقطتين دول حطيتهم من هنا كده ومشيت كده اهو. عملت العين اللي هي ظهرت قدامكم بالمنظر ده، تمام. لما بيجي لي انا عندي عفوا كلمة استعينوا. استعينوا لما بيجي لي سنتين ورا بعض ما ينفعش اعمل الاتنين زي بعض، لازم اعمل واحدة اكبر من التانية. يعني انا ممكن اعمل كلمة استعينوا بالمنظر ده، اجيب هنا احط واحدة كده نص الف وبعدين نقطتين، تمام، بتوع الياء، وبعدين نقطتين كمان للنون، وبعدين بلف في نقطة وبجيب النقطتين دول كمان اهم، بس مع فرق القلم. هنا بفرك القلم من فوق اهو، شايفين بفرك القلم ازاي كده بحيث ان يديني الزاوية دي. وممكن ارسمها، تترسم ازاي؟ احنا زي ما قلنا قبل كده يا جماعة الواو ممكن تترسم بالمنظر ده اهو. بعمل انا النقطة بتاعتي اهي، وباجي هنا اهو تاني بلف كده. شوفوا اللف بتاعي بيبقى في المنظر ده كده اهو كده، وبعدين بجيبها كده اهو. لو رسمتها انا كده جابت شكل الواو بالمنظر ده اهو. تاني اهي، تمام، بلف اللفة بتاعتي وبنزل برقبة الواو، وبجيب النقطتين بتوعي وبحاول افرك القلم لفوق اه، ان انا اكتب بيه امشي بيه بسن القلم بقى. بجيب الواو بتاعتي. الالف بنزلها زي ما هي، ويبقى الطول بتاعها 3 نقط زي ما اتكلمنا، 1 2 3.
طب العين هنا بجيبها ازاي؟ العين هنا شايفين الدال هنا اهي، تمام؟ الدال كده، تمام. انا بعملها كده، يبقى انا قلبت الدال. ادي العين يا جماعه اهي، على. طب اكملها ازاي؟ شايفين النقطتين دول؟ بجيبهم واحطهم هنا، تمام صح كده معايا؟ وبكمل نقطتين كمان عشان اجيب الالف من فوق. معلش انا ممكن الكلام يطلع عن السطر وينزل على السطر هنا، علشان الحاجات اللي انا بشرح لكم بيها دي بتملى مكان، فعشان ابين لكم الحرف ممكن ابعد، ممكن اطلع، ممكن انزل، هكذا. ولازم برضك اكون قدامكم كده في الشاشة ان انا ابين الخمس حروف. على الياء ادي نقطتين اللي هم دول بجيبهم هنا اهو، ونقطتين كمان رجوع، تمام، ونقطتين كمان نزول، والتلات نقط دول اهم هما كده، مفيهاش حاجة لما اعملهم كده. يبقى انا هعملهم كده اهو، اهو، اهو. يكون ده كده، السيرف ده كده ماشي مع السيرف بتاع الالف هنا كده، مع الياء هنا كده برضه. كل ده لو خدت خط مستقيم، الخطوط المستقيمة دي كلها تبقى ماشية موازية لبعضها. نفس الحكاية برضك مع شطف العين هنا اهي، موازية لبعضها مع أول، موازية لبعضها. ده التوازي. ويبقى عندك انت هنا الحروف كلها، يعني انت لو لاحظت خط الرقعة هنا اهو، نازل كده، تمام، اهو. يبقى الحرف الأولاني أعلى من الحرف الأخير، وهكذا اللي في النص بيبقى ما بين الاتنين، تمام. استعينوا على قضاء. كلمة قضاء، هنبعد شوية عن الزحمة اللي احنا عاملينها هنا. كلمة قضاء ادي النقطة، هي بتبدأ نقطة مطموسة، بس انا باخد نفس شكل الواو بالظبط، نفس فكرة الواو، وبلف، باخد نقطة وبلف حوالينها في الضيق، وبنزل بالرقبة بتاعتي اهي. المسافة دي كلها كده مسافة نقطتين، يعني انا لو حطيت هنا نقطتين كده تبقى الدنيا مظبوطة اوي، تمام. الضاد، الضاد هنا فاكرين الكاسة بتاعت الب؟ احنا قلنا الب اللي هي دي، يبقى انا اعمل القاف هنا وادي الكاسة. طب بقية الضاد، التلات نقط، تلات نقط اهم، 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 تمام. بس انا بطلع بيها ايه؟ من تحت لفوق. انا بوريها لكم بس ايه عملي قدامكم، من التلات نقط هما اللي يكملوا شكل في الضاد. وادي نقطتين في نقطتين، وادي الالف بتاعتي، والهمزة نقطة في نقطة في شطف. الالف بتاعتي ايه؟ نقطة، الهمزة بتاعتي مشطوفة في نقطة اهي، في شطف تاني. عشان في ناس كتير يعني سألتني فيها الهمزة، فأدينا بنشرحها وراحة خالص يا جماعة اهي. الهمزة اهي شطف، يعتبر نص دي. يعني انت لو لغيت دي كده اهي، بدل ما تعمل كده، ادي التلات نقط اهم. شيل دي بقى، اعمل الشطف الاخير بتاع التلات نقط، وارجع بنقطة اهي، نقطة اهي، وشطف بقى كده. الشطف ده بيبقى اتجاهه لتحت، الشطف ده اتجاهه لفوق. عملت ايه؟ الهمزة بتاعت اي كلمة معاك، ان كانت على كاف، ان كانت على نبرة، كانت لوحدها على السطر، هكذا. قضاء حوائجكم فيها تفاصيل كتير جدا. آه، حوائجكم، يعني احنا زي ما قلنا هنكتب من جديد هنا علشان ابين لكم الخمس حروف. احنا قلنا الالف
والدال والتلات نقط والنقطتين وايه والنقطة. افكركم يا جماعة، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويا ريت اعجاب بالفيديو لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله هيعجبكم. كلمة حوائجكم اكتبها ازاي؟ اجيب النقطتين دول، بحط ادي نقطتين في نقطتين، والتلات نقط دول بجيبهم احطهم هنا اهو بالمنظر ده كده. عملت الحاء، اسف. تمام. طب الواو احنا قلنا نقطة وبنلف حوالينها وننزل بالرقبة بتاعتنا، وادي نقطتين مع فرق القلم لفوق. ماشي، انتوا معايا؟ اكيد معايا طبعا، كلنا مع الله. الالف بنزلها. طيب ماشي. هنا في همزة، همزة على نبرة بعدها جيم. انا عايز اختصر في المساحة، مش عايز ممكن اكتبها كده، الدال ونقطتين واعمل ايه دي كده. بس شكلها مش هيبقى مناسب، لا انا اكتب الكلمة بشكل مناسب احلى لما اكتب اهي كده حواليكم. ماشي. التلات نقط دول بجيبهم هنا كده ايه مع تصغير الضلع ده، وبعدين بجيب النقطتين بحطهم هنا في نقطتين تاني في نقطتين تالت، والف ايه، اسف معلش، في هنا ايه الف مش واو اهي، تيجي بالمنظر ده. نكتبها تاني كده، الجيم والواو والالف بتاعتي، بجيب التلات نقط احطهم هنا في نقطتين في نقطتين في نقطتين. الكاف نقطتين في نقطتين. الهمزة احنا قلنا مشطوفة في نقطة في همزة مشطوفة. الميم عايز اجيب وصلة الميم، وصلة الميم ادي نقطتين وادي نقطة وادي نقطتين في نص نقطتين، وبنزل بحركة الميم لتحت. هنا بقى زي ما قلنا الجيم دي كلها في 3 نقط، وهنا يبقى في فرق نقطة، وطول ده كده نقطتين. ماشي. الهمزة دي هنا يبقى في فرق نقطة، اسف. لو خدت انا خط كده، دي تريح على نقطة، الجيم هنا تريح على نقطة، ويكون في فرق هنا نقطة. وهنا بردك الضلع ده طوله 3 نقط اللي هو بتاع الكاف. الكاف اللي فوق دي بردك بتبقى 3 نقط، ما بتزيدش عن 3 نقط. اكبر حاجة في الخط خط الرقعة بيبقى طوله 3 نقط، دي نقطتين ودي نقطة ودي نقطتين ودي 3 نقط، يعني كله 3 نقط نقطتين. وكل الخط يتكون من الألف والدال. عايز أكتب كلمة مثلا بالكتمان، بالكتمان ممكن أكتبها أدي الب، أدي الدال أهي، وأدي الألف بجيبها. تمام. وأدي الألف التانية، وأدي نقطتين، وأدي الألف التالتة اللي هي بتاعت الكاف، 3 نقط بيبقى طول الكاف. بجيب نقطتين كمان في نقطتين كمان هنا كده، او الجزء التاني من ال3 نقط من اللي هي الحركة دي. لا انا بشيل الجزء ده، بعمل الجزء ده بس. ادي نقطة بتاعت الميم، ادي نقطتين، ادي الالف، ادي الدال، وادي ال3 نقط. عملت النون. يبقى النون انا لما اجي اعمل النون اعملها لكم هنا علشان مش باينة هنا. 3 نقط، اسف، الدال اهي، حرف الدال في ال3 نقط معكوسة، جابت لي حرف النون. كلمة فإن كل ذي نعمة محسود، فإن
فإن ادي نقطة وبلف حواليها وبنزل بالرقبة وبجيب نقطتين بحطهم اهمت، وادي الألف وادي همزة. تمام. النون زي ما قلنا بجيب الدال في نقطتين، في 3 نقط، آسف، 3 نقط اللي هي العكس دي. عملت النون. وممكن أعملها كده، الدال في ال3 نقط بالمنظر ده. كل، كلمة كل اهي 3 نقط مقلوبة الناحية التانية، بدل أنا بعمل ال3 نقط كده، لأ أنا هعملها كده. تمام. وبعدين أجيب نقطتين كمان أحطهم هنا، والألف بتاعتي بجيبها من هنا، وآدي نقطتين في ال3 نقط. عملت اللام، وال3 نقط بتوع الكاف اهم، السحبة أو الجزء اللي نازل. زي، زي الدال بتاعتي اللي هي النقطة زي ما قلنا، وادي النقطتين جنب بعض، عملت الدال أو الزال. زي الياء، الياء الجزء التاني من ال3 نقط دول. ال3 نقط اهو، أنا هجيب الجزء ده وهحطه هنا كده. تمام. واجيب النقطتين احطهم عكسي اهو، ماشي، في نقطتين عكسي كمان في ال3 نقط مقلوبين. عملت الياء. نعمة، كلمة نعمة، كلمة نعمة ادي الدال كلها على بعضها، وادي نقطة وادي نقطة وادي ايه، نقطتين. عملت النون والعين. ماشي. الميم، ادي الميم اهي، نقطة وادي نقطتين، وممكن اعمل هاء كده بالمنظر ده، وعايز اطلع بيها ابينها، ادي الميم وادي الهاء. 3 نقط في 3 نقط، 3 نقط اللي هم ال3 نقط دول بعكسهم، بجيبهم من تحت زي الياء. يعني انا الياء بجيب ال3 نقط كده، الهاء برضك بجيب. ممكن تمشي بقى ايه، لو دي ياء اهي زي دي كده تبان، لو انا عايز اخليها هاء ادي ال3 نقط اهمت، وبجيب الالف احطه هنا، عمل لي الهاء. أرجو من الله إن أكون فدتكم، وأتمنى منكم إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوني إعجاب لو أستاهل إن شاء الله. والسلام عليكم. كنت مع وليد وهبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.